ورحمة الله وبركاته. أحبائي متابعين الدكتور هيثم عارف ألترا سكان، تحياتي لايف جديد، مجموعة حالات جميلة زي ما قلت لكم كل أسبوع. وأول حالة من حالات الأسبوع حالة فيها أحبائي الكرام سيست موجودة في الرايت سايد بتاع الفيتس، بتظهر بوضوح كل ما نتحرك ناحية الرايت. اللي قال جول بلادر طبعا لا، هي مكانها في الليفر، جوه الليفر. والسيست الهيباتيك فدي اول مره نشوف مع بعض فيتا الهيباتيك سيست. انا بضيف للكوليكشنز بتاعتي جميع انواع الحالات، يسعدني طبعا هذا، لكن دي مش سوبرالينال جلاند ولا هي كدني سيست ولا هي في الجول بلادر، دي في الليفر، في يمكن في سيجمنت كمان 2 أو 4 رايت هيباتيك لوب. و يعني في كونتنت جواه، يعني هي ممكن تبقى كمان السيست نفسها كومبلكس، فيها جزء سوليد سنه، فدي اتس سيمبل او هيباتيك سيست في البيبي، ملهاش علاقه بالكدني وملهاش علاقه بالسوبرارينال جلاند. واتفرج على الفيديو كله، اتس هيباتيك سيست. كمل احبائي الكرام، تاني حاله من حالات الاسبوع كل الناس جاوبتها صح من كتر ما شافوا معايا السيستات. طبعا اوفريان سيست، ومع يعني بوضوح، ويعني والله مبسوط الناس كلها جاوبت الاوفريان سيست بوضوح في ميل وفيها اوفريان سيست واضح. تالت حالة من حالات الأسبوع حالة عملت ديبيت رهيب جدا. يا ترى الحالة بتاعت الدكتورة رؤى دي لو أنا زودت لك كمان، ما كنتش حابب أزود، بس هو دي إن هي تورش بوزيتيف. لو هي تورش بوزيتيف وحضرتك شايف كالسيفيكيشنز جوه الليفر، أنا رأيي إن في الآخر الموضوع هيبقى ما بين حاجتين، ما بين كوليدوكال سيست ولا إن هي ميكونيوم سودوسيست. بوجود الكالسيفيكيشنز بالمنظر ده وتورش انفكشن او تورش بوزيتيف، هي الدكتوره نفسها ما عرفتش ان هي تورش بوزيتيف غير بعدين. مش كل حاله هتجيلك تقول لك انا تورش انفكشن، صح ولا لا؟ يعني مش كل حاله هتيجي تقول لحضرتك انا تورش انفكشن. وبالتالي لا، هي الحاله دي ممكن تبقى ما بين كوليدوكال سيست تايب 1 وما بين ان هي ميكونيوم سودو ميكونيوم سيست بعد انفكشن بتورش، بدليل وجود الانترهيباتيك كالسيفيكيشنز اللي واضحه جدا لو حضرتك كملت الفيديو للاخر. وهنتابع ان شاء الله مع الدكتوره رؤى ونعرف منها التطورات الحاليه. رابع حاله من حالات الاسبوع حاله يعني تاكي شويه. الحاله فيها باك بريشر في الكدني واضح جدا. ماشي، طيب الباك بريشر ده كوزد بايه؟ كوزد بسيست طالعه اوبلونج من عند البلفس لحد فوق خالص، اوفريان سيست وعامله كومبريشن على اليوريتر وعامله باك بريشر عليه. اوفريان سيست وعامله كومبريشن على اليوريتر احبائي الكرام. فيعني حاله رير جدا، مش تشوفها كتير، لان هي اوفريان سيست وعامله باك بريشر على اليوريتر. والناس اهتمت بالثلاث حالات اللي فاتوا، وهم رابع حاله خسعوا، فانا عرفت وطاقتكم 4 حالات يعني. فشكرا جزيلا لكل المتابعين واراكم. طبعا انا هنا بحاول اوريك البلادر وازاي الاوريجن بتاعها، وان شاء الله تباعا هحط لكم حاجات تانية جميلة. شكرا جزيلا.